السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مش بلندر، فيديو النهارده يا جماعة ماتش كويس انا لعبته. الماتش خلص بدري في 17 نقلة بسبب ان الخصم ما خدش باله من حاجة. فلعبت الجيم ده بدقة 92 وواحد من عشرة، تقييم اداء 2400. الافتتاح لعبته بدقة 92، الميدل جيم لعبته بدقة 91، ولكن الماتش 17 نقلة مش طويل اساسا. فيلا بينا نشوف الماتش. الماتش الصراحة جميل. هنا انا بلعب بالاسود، خصمي هنا بيلعب بالابيض. بلعب ضد خصمي من كندا وانا بلعب بالابيض من مصر يعني. بلعب بالاسود اقصد. لعب لي اي 4، لعبت له سي 5، لعب لي النايت على السي 3 الكلوزد سيسيليان. وانا والله يا جماعه انا ما بلعبش اصلا ضد الكلوزد سيسيليان نهائي، دايما بشوفهم بيلعبوا نايت اف 3. فالكلوزد سيسيليان ده ممكن يكون اشكال هو متعود عليها. فانا قلت يا عم انا هكمل في الافتتاح بتاعي وان شاء الله يطلع بوك موف. وفعلا يعني لعبت بمبادئ الافتتاح العاديه، افكار السيسيليان، وكملت الماتش عادي. لعب لي هنا على طول اف 4، وانا ما شفتش يعني النقل ده قبل كده، ولكن هو نقل قوي انا حاسه قوي يعني. اف 4 بوك موف طبيعي. لعبت نايت على السي 6، طبعا ده كله بوك موف، هو اكيد مذاكر ومحضر. نايت على الاف 3، لعبت له كوين سي 7. نقله هنا اكيورسي مني لانها على طول بتسمح بالنطه ديت. النطه دي انا اكيورسي منه. النقله دي، طب استنوا. كوين سي 7 يا جماعه. كوين سي 7 مش حلو عشان الدي 4 اللي هيلعبها دي 4 وبدأ في بيدا وياكل بالحصان، ولو كلت بالحصان ياكل بالوزير، ووضعه كويس، وضعه كويس جدا كمان. امم فعلا. كوين سي 7. طب كان بيقول لي الانجن، كان بيقول لي ما العبش كوين سي 7، بيقول لي كنت تلعب جي 6 بقى وينجز وكمل في افتتاحك اللي هو الدراجون بيشوب جي 7 نايت على الاف 6، والعب نقلك عادي وبقى بايت قصير، وبعدين ابقى افكر في كوين سي 7. اما انت دلوقتي لسه ما طلعتش بالحصان، ما طلعتش بالفيل، ازاي بتطلع الكوين دلوقتي؟ فانا دي غلطه، او غلطه مني ان انا يعني بدات اطلع الكوين بدري. ولكن انا قلت يعني مش عارف والله، ممكن اكون لعبت كوين سي 7 بحيث ان انا ادعم اي 5، ولكن اي 5 اصلا مش فكره موجوده اساسا، مش عارف انا لعبتها ليه. ولكن قلت ماشي ما عنديش مانع. لعبت هنا كوين سي 7، لعب لي نايت هنا حتى الوزوز، رجعت بالوزير تاني مكانه. هتقولي طب انت طلعت بالوزير ورجعت تاني؟ انا اسف فعلا، انا غلطت غلطه. اتحركت بالوزير حركه مبكره يعني عن وقتها. وهنا حصانه الصراحه كان قرفني. لعب النقله دي رابط الحصان اونلي موف، طبعا العب بيجوب على الدي 7 عشان ما ياكلش ويعوج لي الدنيا. اكل. هنا طبعا اول ما اكل انا قلت خلاص انا معايا افضليه. والله اول ما اكل يا جماعه واكلت بالبيشوب قلت انا خلاص معايا افضليه دلوقتي الجيم ايكوال. ولكن انا قلت البيشوب ده رايق وما اعرفش ايه ويبقى يسبب حرايق والبيشوب ده يبقى قوي جدا. يعني اقلها يا جماعه اللي انا فكرت فيه ان انا عندي لو الدنيا استنتها زي ما هي كده ان انا اطرد الحصان باي 6 والبدا ده هيقع. ولكن طبعا يا جماعه لازم نبدع. وبعد النقله ديت هو دعم البدء اساسا، قلت يا عم يلا بينا نعوج البادئ ونعمل له بادئ ضعيفه. رحت انا عملت ايه؟ في الفحصان، في الفحصان يا جماعه بيشوب تكس دي 5. قلت فكرتها ان هو هياكل بالبيضه اجباري وخلاص، دلوقتي عنده بيضاءين دبلد، واحاول ان انا العب على الاضعاف ده. ولكن هو بيدعم بسهوله بنقله سي 4. طبعا يا جماعه انا في الفحصان لان اكيورسي الفيل بتاعي يعني ضيعت امتياز الفيلين على ايه؟ هي دي الفكره، ضيعت امتياز الفيلين او الفيل بتاعي على ايه؟ على بيضه ضعيف. هي حاجه كويسه، وبعد سي 4 كمان البيضه ده هيبقى متاخر وضعيف. ولكن انا قلت خلاص خلينا نكمل في الماتش بعد بيشوب تيكس وياكل بالبيضه. انا قلت هنا انا ايه؟ عندي فرص. خلينا بس نحاول نلعب ديت ونفنكت الفيل في وش هنا، ونحاول نلعب النايت هنا، ونحاول نلعب الاشكال بتاعتنا. لعب لي هنا ايه؟ لعبت انا نايت اف 6، لعب لي هنا السي 4 زي ما قلت لكم. فكره السي 4 انا بدعم البدأ بتاعي، ودلوقتي ما عنديش بادئ ضعيف. البدأ ده ضعيف ولكن ورا ما هشير مش هتعرف تضغط عليه. هضغط على البدأ ده ازاي؟ طبعا على الحصان بتاعي تفكروا في اي مستقبل، الحصان ده ملوش مستقبل. قلت اكمل الاول الانتشار بباقي القطع. تمام يا جماعه. طبعا انا بتكلم بسرعه ان حتى الان مش شايف اي حاجه، احنا دلوقتي ماشيين في افتتاح. لعبت هنا الجي 6، لعب لي تبيت قصير. تبيت قصير انا قعدت افكر هل الوتر ده اعرف استغله باي حاجه؟ يعني الوتر ده ضعيف، هل اعرف استغله باي كش ولا حاجه؟ قلت لا، انا بدأ السي 5 بتاعي يعني قافل الوتر ده كله. فانا كده كده ما عنديش اي لعبه على الوتر، فالملك ده ما عندوش اضعاف، ودي فعلا بيست موف. هنا لعبت نقله بيشوب جي 7، قلت ابيت انا الاخر واكمل نقله عادي كويس. راح لعب لي هنا على طول كوين هنا هات لي البيضه. طبعا انا قلت كوين هنا هات لي البيضه، اعمل ايه اعمل ايه؟ مم. قعدت افكر في على فكره في بي 6. بي 6 كانت في بالي، وفعلا هي نقله كويسه على الانجن. والانجن بيقول لي كوين دي 7 كانت احسن، احمي البيضه بالكوين والكوين بتاعتك يبقى مكانها افضل. ولكن هنا يا جماعه انا حميتها بطريقه غريبه شويه. كوين بي 8 روك بي 8 قصدي، ونقله كويسه جدا. انا حميت البيضه. هتقول لي طب انت ما سبتش بيضه بتكتك؟ هقول لك بتكتك. هقول لك لا اصبر، هو كده كده اي بيضه لو البيضه ده اتاخد مثلا او البيضه ده اتاخد بيبقى فيها افكار ان انا احبس الوزير. هل هيبقى في حاجات زي كده؟ هنشوف دلوقتي. بعد النقله ديت يا جماعه وداني كش، وطبعا خلاص انا رجعت غطيت بالحصان راح واخد البيدق. وهنا هو دلوقتي معاه بيدق زياده، ولكن يا جماعه وزيره عندي. وزيره عندي يعني اللعب عندي يا جماعه. يعني لما يكون وزيره عنده دلوقتي عندي دلوقتي اقلها هاخد عليه تيمبوز. يعني ايه تيمبوز؟ يعني هقعد اهدد الوزير واخد عليه انتشار بقطعي وهيبقى وضعي افضل. ولكن دلوقتي انا شايف كمان يعني بوتنشال
ان انا في وقت من الاوقات ممكن احبس الوزير. الفكره كانت في بالي، حتى هو والله في الشات يا جماعه في اللعبه بيقول لي اي هوب اي دونت تراب ماي كوين. والله العظيم كتب لي كده. قلت له يا عم لا، انت بتلعب كويس، ده انت خدت بيتا زياده ومش عارف ايه. والراجل يعني قال لي يا عم شكرا يا عم، وعمل لي قلب كده وعملت له قلب، وبعدين اللي حصل حصل يعني. طبعا انا هنا بقيت قصير، نقله مستيك مني، بيقول لي العب على طول يا عم نقله البي 5، ولكن انا ما حبيتش العب بي 5 دلوقتي، انا قلت ابيت الاول الصراحه. فبيت هروح لعب لي النقله ديت. هنا دلوقتي بقى انا عملت فكره الانجن ولعبت نقلب بي 5 هنا. بي 5 هنا انا لبست موف على الانجن دلوقتي، حتى الان الوضع كويس جدا جدا يعني. بي 5 انا طالع عايز اعمل لو كلب البيض باكل، لو مثلا مفكر ان هو ياكل بالبيض انا باكل بالروك، ووضع هنا ممتاز، انا مش شايف اي عيب حتى الان في البوزيشن بتاعي، بالعكس معايا تفوق حوالي واحد. ولكن هنا بعد نقلب بي 5 قرر هنا ان هو يلعب روك بي 1. انا قلت روك بي 1 دي فكرتها ايه، هو عايز يلعب بي 4 صح، يعني روك بي 1 دي اكيد فكرتها بي 4. رحت انا قلت له يا عم الحاج انا هلعب النقله دي. طبعا يا جماعه النقله ديت انا فخور بيها، انا اصلا ما توقعتش انها تبقى اونلي موف على الانجن يعني. انا اللي خلى النقله دي معايا تفوق فيها اولا كده يا جماعه، الكوين دي ملهاش مهرب يعني. حاليا لو انا لعبت النقله ديت والكوين ديت يعني يا جماعه لعب اي نقله، الكوين دي بتتحبس. طبعا انا قلت ايه، لو انا حاولت احبس الكوين دلوقتي قلت لها تعالي، لو انا قلت للكوين تعالي مش هينفع تهرب من هنا، ولكن الكوين بتيجي تهرب من هنا صح. لو وقفت هنا هجيبها ازاي، مش هطولها. فقلت هل اعرف اضغط عليها تاني، مش هعرف. فدلوقتي انا قلت لازم امهد الاول لنقل تروك على الايد بحيث ان انا احبس الوزير. والراجل ده بنلعب انا هو جيم طويل يعني، قرر ان هو فعلا يلعب. لعبت انا بقى كوين سي 8 دلوقتي، وفكرتها ان انا عايز احبس الوزير، وهو طبعا ما شافهاش للاسف يعني، ولعب لي النقله ديت اتحرك بالملك. طبعا اتحرك بالملك خلاص الافضليه بتاعته راحت، عشان بيست موف على الانجن واونلي موف روك على الاي 8، هات الوزير بتاعك. ودلوقتي انا حبست الوزير، وبعد طبعا بي 5 وحبسه الوزير خلاص انا بكسب يعني. هتكسر الوزير، هتكسر وزير فروك. ثواني بس يا جماعه، هتكسر وزير فروك، هاكل بالوزير، وهنا انا خلاص بكسب. يعني هتعمل لي ايه، تقول لي بي 4 يا عم ومش عارف ايه، اقول لك يا عم انا خدت وزير. وزيرك يا عم خلاص استسلم. وهو فعلا استسلم بعد النقله ديت يا جماعه. طبعا الجيم ده انا حاسه جيم عدى في دقيقه، اصبروا كده يا جماعه شوف يعني الجيم حاسه فعلا التسجيل عدى بسرعه، اصل الجيم قصير 17 نقله، يعني لو جه 5 دقايق يبقى كويس. وبس يا شباب، اتمنى يعني تكونوا استمتعتوا معانا بالجيم. الجيم كان قصير ولكن كان جيم يحير. هي حبسة الوزير هي فكرته يعني، ملوش اي افكار الا حبسة الوزير. ايه الدروس اللي انت استفدتها من الفيديو، زي ما اتعلمت من غلطاتي تتعلم من النقلات الكويسه برضه. دلوقتي انت تحاول لو قطعه زي الوزير او قطعه عندك من الاخر متغوطه عندك في ارضك، يعني ايه ارضك، يعني في نص ملعبك، والناس دلوقتي القطعه عندك متغوطه لوحدها ومفيش اي حمايه ليها، حاول دايما تشوف ازاي تحبسها. شوف المربعات المتاحه ليها او مربعات هروبها المتاح، حاول تاخد المربعات دي منها لحد ما تقفشها زي ما انا قفشت الوزير بتاع خصمي. وبس يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا بالدور. طبعا انا نفسي يعني اكمل في الرحله اللي انا ماشي فيها ديت. طبعا في بطوله يعني بيقولوا بطوله الجمهوريه يعني يوم 30 واحد ان شاء الله يعني نشارك حتى يا جماعه، اللي هو تجربه يعني اكسبيرينس تبقى حتى ممتازه ليا. طبعا انا عارف ان اللي يبقى فيها ناس قويه وكده، ولكن عادي يعني حتى لو اخسر ياما كله، ولكن الشرف المحاوله والمشاركه. على الاقل اتعلم دروس، اخسر واقابل ناس قويه قويه، اقابل حتى مجتمع ناس احسن. انا اصلا مش الشخص اللي هو الاجتماعي قوي وكده، بس اقابل ناس يعني بتشاركني نفس شغفي، وقابل حتى ناس يا عم منكم يا جدعان، والله انا عارف ناس كتير منكم هتروح هناك، فممكن نتقابل هناك كلنا بقى ونقعد، تبقى حاسه يبقى يوم رايق يعني. هو برضه ابقى افتح لايف كده نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده، لو فعلا عملنا ممكن نعمل جروب ونتقابل كلنا، يعني نعمل جروب كلنا ونتقابل هناك بقى في القاهرة يعني. وبس يا شباب، بتمنى يعني تكونوا استمتعتوا معايا بالماتش ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، يوم جديد ان شاء الله. وبس، سلام يا شباب.